في شغلة أنا ودي أتكلم معاكم فيها بالنسبة للسوشيال ميديا. طبعا كل واحد هو حر في حياته، بس أنا ما أحب في السوشيال ميديا، مش من المفترض أن الشخص يبين للناس حياته الشخصية، بيته، سيارته. يعني يفترض أنك تكون علاقتك مع الناس من خلال السوشيال ميديا من خلال محتوى تقدمه، معلومة، أو تكون جسر تواصل مع الناس اللي يتابعونك. بس فكرة محاولة تقديم نفسك أنك أنت عندك إمكانيات مالية مختلفة، أنك عندك إمكانيات في سكنك، في سيارتك، التباهي بالأشياء اللي تملكها إذا كان ثمنها عالي. أنا ما يعني الناس اللي عندهم خير من أساس أنا ما شفت ناس يسوون زي كذا. يعني ما أنا أعرف ناس كثير من طبقات اجتماعية ومالية مختلفة. يا أخي ما قد مر علي واحد غني يحب يوري الناس غناه، إلا الناس اللي إما أحد أمرين: يا أنه ما هو ثري ويحاول يبين للناس يعني إنه من طبقة مختلفة، أو الناس اللي ما هم مصدقين إنهم أغنياء، بالرغم من بعضهم ترى يعني من أسر تاريخيا معروف إنها ثرية، لكن دائما تلاقي في العائلة في واحد كذا عنده مشكلة في هالموضوع هذا. ما أدري هو يرسل رسائل لأحد معين، يهم أن يوري أحد معين هالجانب من حياته. بس أعتقد الواحد إذا كان بخير يحتفظ بالصورة له، يعني لأن مو كل الناس بأوضاع جيدة، ويمكن اللي تشوفه أنت شيء بسيط قد يراه الآخرين، في ناس ممكن تشوف هذا حلم حياتهم. فيعني تحاول إذا ما تقدر تجبر خاطر الناس، على الأقل لا تكسر خاطر الناس. الله يجعلنا دائما من الناس اللي يجبرون خاطر الناس، ومن الناس اللي الناس تجبر خاطرهم. يعطيكم العافية.